ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقة جديدة هنتكلم فيها عن منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن في أول مباراة ليه، وايه اللي هم قدموه في مباراة امبارح قدام بوركينا فاسو. فيلا بينا. قبل الماتش امبارح يا جماعة كنا اتكلمنا في شورت كده نزلناه على اليوتيوب، قلنا ان الكابتن حسام حسن بادئ بخطة هجومية كويسة جدا للمنتخب، ولكن لازم يخلي باله كويس جدا من الحتة الدفاعية، وخاصة ان احنا بنلعب فرقة كويسة وفرقة يعتبر هي المنافس الاول لنا في المجموعة. وقلنا قد ايه ان الكابتن حسام عايز يوضح للناس كلها ويبين ان هو الراجل هيرجع الكرة الهجومية لمنتخب مصر، وقد ايه طبعا الكابتن حسام حسن يعني الهداف التاريخي لمنتخب مصر، فلازم يقدم كرة هجومية، ولكن اهم حاجة زي ما قلنا امبارح هي الحتة الدفاعية. طب هل الخطة اللي بدأ بيها الكابتن حسام كانت خطة وحشة؟ بالعكس، زي ما شفنا الخطة كانت ناجحة جدا اول نص ساعة بالذات، وقدرنا ان احنا نجيب جونين من اجمل الاهداف طبعا بتوقيع تريزيجيه مع المكان الجديد اللي اداه الكابتن حسام لمحمد صلاح. بصراحة شفنا امبارح كام لمسة من محمد صلاح، وخاصة ان هو كان واخد حرية كاملة. هو ما قدمش حاجة جوه الصندوق او ما قدرش ان هو يحط جون او حاجة، ولكن كان مفيد جدا للمنتخب، وكان قادر ان هو يتحرك بحرية كاملة، وكان بيهرب من اي حد. زي ما كنا بنشوف محمد صلاح في الماتش اللي قبل كده بيبقى ممسوك من 2 لعيبة او بيتحط مثلا وراه 2 لعيبة بتاع، فبتبقى الدنيا مقفولة عليه خالص. لا، احنا امبارح شفناه قادر ان هو يتحرك ويروح ويجي، وقدر ان هو يدي اسيست كمان لتريزيجيه عشان يجيب الجون الاول بطريقه جميله، وبرضه في الجون التاني كان مشارك قبل لعبة زيزو، فكان اداء كويس جدا بصراحه من محمد صلاح ومن المنتخب عموما في اول نص ساعه. ونقدر نقول ان الشوط الاول كله كان جيد جدا لمنتخب مصر. انما هنيجي للمشكله الكبرى وهي الشوط التاني، ان انت من اول الشوط التاني تقريبا او من بعد 10 دقايق، يعني نقدر نقول مثلا من الدقيقه 60 مثلا، المنتخب وقع بدنيا جدا، ما بقاش قادر. وطبعا الغلطة اللي ارتكبت وجا منها الجون، فيعني طبعا الناس كتير امبارح اتكلمت ان لا دي مش غلطة الشناوي، لا دي غلطة الشناوي، لا مش غلطة الشناوي. لكن انا وجهة نظري ان هي دي غلطة الشناوي. كرة زي دي انت ما يعني كان فيها سنة ايه دلع كده من محمد الشناوي. لا، كرة زي دي يا باشا يا تطلعها بالبوكس بره خالص، يا تنطرها بره الملعب تطلع ركنية، احسن بكتير من ان انت كنت يعني ما بين البنين، ما بين انك عايز تمسكها ولا تطلعها، فطلعت بالشكل ده. فطبعا خبطت في العارضة ونزلت قدام اللعيب بتاع بوركينا وحطها زي ما اكيد كلنا شفنا امبارح. فكانت غلطة ارتكبها محمد الشناوي وجا منها الجون الاول. ولكن المشكله كانت في بعد كده ان المنتخب بوركينا كان ممكن يجيب التاني، وكان ممكن يتعادل، وكان ممكن كمان يكسب الماتش، لولا برضو ان التوفيق كان معانا امبارح، وعشان المجهود اللي اكيد بذله اللاعبين واللي بذله الكابتن حسام والفكر. وعجبني ان الكابتن حسام ما تمسكش بالخطة بتاعته يعني تشبث بيها، لا بالعكس قدر انه يغير برضو من الفكر. وكل ده هنتكلم عنه في الجزء اللي جاي دوت. الجزء ده يا جماعة اللي هو يعني الشق التكتيكي شوية. الكابتن حسام طبعا بدأ ب3-4-3 او ب3-5-2 زي ما احنا عايزين نقول، ولكن الخطة دي مفيدة لمنتخب مصر جدا 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 وطريقة ذكية جدا. 3-5-2 فكرة حلوة جدا، ولكن عايزة بعض التعديل ده من وجهة نظري طبعا. وياريت اسمع وجهة نظرك تحت في الكومنتات. انا شايف ان 3-5-2 جميلة، ولكن انا ارمي حمدي فتحي في نص الملعب مع مروان، بحيث ان الاتنين يقدروا يقدموا لي الحتة الدفاعية بشكل كويس جدا. ولو مثلا يلعب بقى بدله ياسر ابراهيم، يلعب اي مدافع بدل من حمدي فتحي، وحمدي فتحي يطلع في نص الملعب، واستغنى عن واحد من زيزو وامام عاشور. لو ركزنا امبارح في الماتش الاتنين مش يعني لو واحد ظهر التاني اختفى. الاتنين بيقوموا بنفس الدور، الاتنين بيقوموا بنفس المهام، الاتنين دايما مش ظاهرين، لان هما الاتنين يعني بيتلخبطوا في بعض. انت اصلا والكرة معارف مع واحد فيهم انت مش عارف هي مع امام ولا مع زيزو، لان الاتنين هما نفس الدور بالظبط. فانا استغنى عن واحد منهم وانزل باتنين ديفندر احسن في نص الملعب، ويبقى عندي الاريحيه ان مروان هيغطي مثلا ناحيه اليمين وحمدي فتحي يغطي ناحيه الشمال، وهدي لتريزيجيه اللي تعب جدا الشوط الثاني. الراجل من بعد الدقيقه 60 يكاد يكون ما كانش موجود يا جماعه. يعني من بعد الدقيقه 60 تريزيجيه
يعني البدني طبعا وقع، والراجل طبعا مشكور على المجهود اللي بذله، الجون اسف الشوط الاولاني، وطبعا الجونين اللي جابهم واللي بيهم ان قدرنا ان احنا نكسب المباراه. ولكن الراجل بدنيا وقع جامد جدا، المنتخب عموما كله وقع بدنيا جامد جدا في الشوط الثاني. فكان ممكن يعمل الفكره دي مع قدام وجود طبعا صلاح ومصطفى محمد، مفيش غنى عن الاثنين. مصطفى محمد امبارح ما ظهرش وما كانش موجود بطريقه كبيره، ولكن ليس هناك غنى عن طبعا مصطفى محمد لعيب مهم جدا لمنتخب مصر. ولكن نرجع بقى للحته بتاعت الكابتن حسام، انه ما تشبثش بالخطه دي. اول ما حس ان الماتش ممكن يروح منه او ان الدنيا لا، ابتدى ينزل عمر كمال عبد الواحد ناحيه الشمال، ويلعب بقى باك يمين وباك شمال، اكرم توفيق يمين، وطلع هاني قدام على اساس ان هو بيلعب ناحيه اليمين، وهناك بقى تريزيجيه، وبقينا بنلعب 4-4-2 الخطه العاديه. ومحمد صلاح ابتدى ان هو يضغط لقدام شويه. فده كان حاجه كويسه جدا من الكابتن حسام بصراحه. وعجبني قوي ان زي ما بقول لك ان الكابتن حسام معروف ان هو عنيد، ممكن يعاند، ولكن هو عارف ان هو بيدرب منتخب مصر وقدر قد ايه المسؤوليه اللي هو فيها، فما كانش فيه مجال للعناد. وفعلا الكابتن حسام بصراحه امبارح ادار المباراه بشكل جيد جدا. يعني لو هنقيم مثلا الكابتن حسام، طبعا والكابتن حسام قيمه كبيره في مصر وللمنتخب، ولكن هنديله امبارح مثلا، يعني انا من وجهه نظري هديله 8.5 من 10. الراجل عمل مباراه تكتيكيه جميله جدا، لعب اول نص ساعه خد من المباراه اللي هو عايزه، ودي حاجه ما تزعلش حد. انا لعبت اول نص ساعه ضغط عالي، يمكن كان ممكن المنتخب كمان يجيب 3-4 تجوان في الشوط الاولاني، مش بس جونين بتوع تريزيجيه. شفنا كام كوره ضاعت، شفنا الشوطه بتاعت امام، وشفنا كور كتير جدا، شفنا طبعا الفاول بتاع محمد صلاح، كذا كوره كان ممكن يجي منها اهداف. ولكن برضو ارجع اقول لك ان المباراه ما كانتش وحشه بالنسبه للمنتخب، وبالنسبه لاول مباراه للكابتن حسام يعني تعتبر رسميه طبعا. والكابتن حسام طبعا يعني عمل مباراه بصراحه كويسه جدا. مش حابب اتكلم عن لعيب بعينه او اسم معين، ولكن حابب اتكلم عن المجموعه في روح كويسه موجوده في الفرقه. الناس ما يعني الكلام اللي بيتقال بره الملعب من الواضح انه امبارح مش مؤثر فيهم بنسبه كبيره. الناس عملت اللي عليها، عملت ماتش كويس جدا. ودي كان كده اول حاجه الكابتن حسام حسن حبيت ان انا برضو اتكلم فيها معاكم. يا ريت تقولي رايك تحت في الكومنتات. والف مبروك لمنتخب مصر، 3 نقط مهمين جدا في المجموعه بتاعتنا. ان شاء الله كمان يوم الاثنين نقدر ان احنا ناخد ال3 بونت كمان اللي جايين، يبقى احنا كده بنسبه كبيره ان شاء الله ضمننا التاهل لكاس العالم ونبقى مرتاحين نفسيا. اتمنى طبعا الماتش الجاي خارج ارضنا، فهيبقى فيه برضو. انت امبارح الجمهور كان عامل يعني حالة جميلة جدا، الجمهور موجود، دخل فيك الجون، ابتدى التشجيع يزيد، ادى حافز للعيبة. وجود الجمهور طبعا، وجمهور مصر يعني احنا عارفينه قد ايه بيعشق الكورة، وقد ايه بيحب المنتخب، وقد ايه بيحب الكابتن حسام. فكان امبارح بصراحة حاجة مشرفة في العموم، سواء اداء المنتخب او اداء الكابتن حسام او اداء الجمهور العظيم. فحاجة بصراحة كانت تحفة امبارح. والف الف مبروك لمنتخب مصر مرة تانية، ومبروك للكابتن حسام اللي يعني ايه سكت افواه ناس كتير امبارح، وقال ان انا موجود وعندي فكر وعندي حاجة عايز اقدمها. وشفنا مباراة كويسة جدا. ولكن اخر حاجة احب اقفل بيها الفيديو، لازم ندي للكابتن حسام فرصته، ولازم نشوفه بقى في ماتش كبير قدام فرقة كبيرة عشان نقدر ان احنا نقيم تقييم فعلي للكابتن حسام حسن كمدرب للمنتخب الوطني. وبشكركم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وسلام.